صلوا على النبي كده عشان ناخد شوية حسنات في الأول. بص بقى، اللي هحكيه دلوقتي والله قصة حقيقية، بس طبعا الأسماء مستعارة لأسباب خاصة كده. اللي في الصورة دي وليد 29 سنة من فيصل، شغال في مخزن حديد. وشه تقول عليه ايه؟ هادي، ابن بلد، محترم. بس اسمع بقى، الحقيقة قاتل. كان عندك 2 صحاب، وليد وشريف. شريف كان 25 سنة وقتها، ساكن في فيصل، أوضة وصالة إيجار قديم، مفيش رفاهية. بيشتغل هو ووليد في نفس المخزن، أكلهم شربهم مع بعض، الفلوس أمانة بينهم، يعني اللي بينه وبين شريف أكتر من الدم. كان سايب له المفتاح في إيده، عشرة عمر مفيش بينهم غلطة. الدنيا كانت ماشية حلو لحد ما شريف اتجوز منى، بنت ناس. فرحهم بسيط قوي، قاعة صغيرة في امبابة. وليد كان واقف جنبه ماسك ايده بيقول له اخويا. بس بعد الجواز الدنيا اتلخبطت. الكلام اللي كان هزار بقى جد. منى بدأت ترب عليه، زهقت من العيشة الضيقة. بس منى قلبها وجع، بعتت له رسالة صريحة، قالت له كفاية، أنا هقول لجوزي. هنا بقى وليد اتجنن، خاف يتفضح، خاف يتشرد، خاف سمعته تروح في 60 داهية. دماغه راحت ناحية سكة سودة، قرر يخلص عليها. فتح الباب، دخل، الدنيا كلها دم. مراته مرمية في نص الصالة. خد الصدمة، صرخ، نادى الجيران. الشرطة وصلت بعد شوية، لفوا العمارة، سألوا الناس، مفيش حد شاف حاجة واضحة. وليد أول ما خلص جري، نزل بسرعة، استخبى عند حد. الشرطة لفت كتير، ملقتش أي دليل. هنا بقى كانت المفاجأة. اسمع دي، الطب الشرعي كان هيسيبها عادية، لكن لاحظوا أثار بارود خفيف قوي على الهدوم. الجرح كان باين فيه حرق بارود، يعني حد ضربها من قريب جدا. الشرطة رجعت شافت الكاميرات. الشرطة جابته، في الأول أنكر، بعدين انهار واعترف. المحكمة حكمت عليه بالإعدام. وشريف مش بس خسر مراته، خسر كل حاجة. اتحرم من الأمان، اتحرم من اللي كان بيعتبره أخوه. عايز أقول لك إيه؟ خلي بالك من اللي حواليك، مش كل حد قريب بيحبك. لو عجبتك الحكاية اعمل لايك